أهلا بكم. لإخراج المدرسة العمومية من حالة الشلل للأسبوع التاسع تواليا تتواصل جلسات الحوار المفتوح حول النظام الأساسي المجمد، وفي الأثناء تعقد اللجنة الوزارية الثلاثية اجتماعا حاسما مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. على طاولة هذا الاجتماع نقاط عدة، من بينها الحسم في مهام أطر التدريس، التقييم والمشاركة في الامتحانات، كما يرتقب كذلك أن تناقش الحكومة بمعية النقابات النقطة المتعلقة بساعات العمل للحسم فيها. اجتماع اليوم تعتبره النقابات مفصليا لدراسة مختلف الحيثيات المرتبطة بالملفات المطلبية المطروحة في شقها العام وإن الفئوي ومآل النظام الأساسي المجمد، بعدما قدمت الحكومة نهاية الأسبوع عرضا جديدا يتضمن سحب النظام الأساسي وتوقيف الاقتطاعات، غير أن التنسيقيات عبرت عن رفضها وأعلنت خوضها إضرابا جديدا لمدة 4 أيام. محمد أبو بكر يتابع هذا الملف، النظام الأساسي بين التجميد والسحب، فهل سيعيد اجتماع اليوم نساء ورجال التعليم إلى حجرات الدراسة أم ستستمر حالة الشلل؟ نعم سناء، إذا حسب المعطيات المتوفرة لدينا إلى حدود الساعة، فالاجتماع المنعقد اللحظة هنا بمقر وزارة التربية الوطنية تعتبره النقابات والوزارة اجتماعا مهما للحسم في بعض التعديلات لتجاوز أزمة إضرابات